السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رحمة الله على أبونا زايد رحمة الأبرار، رحمة الله على الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. ستظل المغرب والإمارات دم واحد جسد واحد، مهما يحاول الدول لن يستطيعوا والله أن يجعلوا مفرق شعرة فيما بيننا وبين المغرب. علاقة المغرب بالإمارات علاقة قديمة، وما يثار الآن من الإعلام من دولة شقيقة مثل دولة الجزائر وغيره. نعم، نكرر ونقول بما تقول به حكومتنا: ندعم سيادة المغرب، ندعم المملكة المغربية الشريفة، ندعم سيادتها كاملة على الصحراء المغربية. نعم، المغرب لها نظرة وبعد سياسي قديم، ولأنها والله عندها حسن النية وعندها الطيبة فهي محفوظة ومحمية من رب العالمين إلى يوم القيامة إن شاء الله. لم ترى الحقد لأي دولة في حياتها مع عظمتها كالمملكة المغربية. ما أن شم ووصلت الأخبار وكانت لم تكن توصل فيها السوشيال ميديا، ولكن المغرب كانت متقدمة ولا زالت إلى اليوم. عرفت أن دولة الإمارات تريد أن تلم الشمل في تلك الإمارات الدول لتكون إمارة واحدة. في شهر أبريل قبل يعني في 1971 في شهر أبريل، قبل حتى تأسيس دولة الإمارات المعروف 2/12/1971، قبلها ب8 أشهر، دعوة رسمية من الملك رحمة الله عليه وطيب الله ثراه الحسن الثاني إلى أخيه رحمة الله على أبونا الشيخ زايد، عن طريق سفير المغرب في بغداد، بدعوة كريمة يدعوه إلى المغرب. ماذا قال أبونا زايد رحمة الله عليه؟ قال: كم من أخ بعيد أنفع من قريب. كلمات وهو حكيم العرب. نعم، لأنه وجد أيضا حكيم العرب أنه يريد الدعم عندما تخلت عنه بعض الدول في الدعم ليؤسس ويكون دولة الإمارات. وصل في زيارة رسمية، أعجب أبونا زايد رحمة الله